اوعى تنسى وانت زعلان عشان راجع الشغل بعد اجازة العيد ان عطلة نهاية الاسبوع اتعملت مخصوص عشان تضيع عليك مرتب الشهر كله. زمان كانت الناس بتشتغل بايديها في المزارع، ولما حصلت صدمة الثورة الصناعية العمال بقوا يشتغلوا بالمية ساعة في الاسبوع، واضطروا يوظفوا الاطفال في المصانع في ظروف خطيرة لساعات طويلة عشان يحافظوا على الانتاجية. العمال اتهلكوا جدا وقرروا يعبروا عن تعبهم بطريقة صامتة، فابتكروا حيلة الغياب الجماعي كل يوم اتنين وسموه الاتنين المقدس. وعشان اصحاب المصانع يتغلبوا على الفوضى دي ادوهم نص يوم اجازة السبت. وبفضل اجازة السبت وقت العصاري دي بدأت الرياضة الجماعية تنتشر زي كرة القدم. وفي خلال سنوات حصلت فوضى كتير من العمال ومنهم الأطفال اعتراضا على استغلالهم والمطالبة بتقليص ساعات العمل، لدرجة إن الاعتراضات دي أدت لمجزرة معروفة تاريخيا باسم هاي ماركت. والمفاجأة إنها السبب في فكرة وجود يوم اسمه عيد العمال. وفي سنة 1908 في طاحونة نيو إنجلاند للنسيج العمال اليهود رفضوا يشتغلوا السبت والمسيحيين رفضوا يشتغلوا الحد، فاضطروا يقفلوا المصانع بالكامل أول يومين في الأسبوع، لحد ما قرر رائد الأعمال هنري فورد صاحب مصانع فورد للسيارات يدي عماله يومين أجازة في الأسبوع. بس المفاجأة إنه ما عملش كده عشان سواد عيونهم، لكن عشان شاف إنه بيصنع آلاف العربيات والعمال بيكونوا جوه المصانع لفترات طويلة، فما عندهمش وقت يشتروا عربيات عشان يخرجوا ويتفسحوا بيها. فضل الموضوع كده لحد ما انتشرت فكرة الأجازة، ودول كتير أقرت بنظام الأجازات والشغل يكون 5 أيام بحد أقصى 40 ساعة بس. وده خلى العالم الإسلامي عشان يندمج مع التجارة الدولية والبورصات يثبت السبت أجازة مع يوم الجمعة. الآلات في الثورة الصناعية هي اللي جابت لنا الويك إند. يا ترى الذكاء الاصطناعي في ثورتنا الحالية هيزود أجازاتنا ولا هياخد شغلنا كله؟ ده اللي هنكتشفه بالتفصيل في حلقتنا الجاية من جذور. اشترك في القناة عشان قبل ما تفكر في بكرة لازم تفهم امبارح الأول.